الفيديو اللي انت شايفه قدامك ده متصور بكاميرا التليفون عادي، ولو جيت يا سيدي تبص على الفون اللي انا بصور بيه هتلاقيه ايفون 14 برو ماكس اللي هو الاصدار اللي قبل الاخير على طول. تفتكر ليه ممكن اشتري ايفون 15 برو ماكس واللي سعره في السوق المصري وصل حاليا اكتر من 100,000 جنيه، ودي للنسخ العاديه، اما النسخ الواحد تيرا فوصلت لارقام فوق ال 100,000 جنيه. تعالى بقى كده اقول لك سياسه ابل الشريره، عشان دول عصابه كده، دي ما بقتش شركه. بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي ولايك وسبسكرايب والكلام الحلو ده، ويلا نبدأ بسم الله. في البداية هديك مثال بسيط كده عشان تعرف تستوعب معايا لآخر الفيديو، واللي هسميها بنظرية الشويبس. انت داخل دلوقتي سوبر ماركت من بتوع زمان اللي فيه الأسعار كانت هادية شوية، ولقيت إزازتين شويبس، واحدة 1 لتر ب10 جنيه والتانية 2 لتر ب15 جنيه. أكيد بديهي هتختار 2 لتر ب15 جنيه، وانت كده هتطلع فاكر انك كسبت 5 جنيه. وهتقول يا عم الشركه دي بتخسر نفسها ولا ايه؟ المفروض تبيع ال 2 لتر ب 20 جنيه ويبقى المعادله كده نسبه وتناسب. بس لا، هو على الورق هي ما خسرتش ولا حاجه، وانت ما كسبتش برضه ولا حاجه ال 5 جنيه. بس مخك بيعمل شويه حسابات من وجهه نظرك انك انت بتفهم في كل حاجه، وساعتها تقرر تشتري الحاجه دي او لا. سيبك بقى من المثال البسيط ده وموضوع البيبسي والشويبس والحاجات دي، وتعالى بقى لتسويق الايفون. لو ترجع كده سنة ورا هتلاحظ ان اول ما ايفون 14 نزل This is iPhone 14 Pro. قال لك بس احنا عملنا طفرة يا باشا. عملتوا ايه الطفرة في الايفون الجديد؟ قال لك احنا عملنا الدايناميك ايلاند. ماشي. واللي ساعتها لقيت جمهور عريض كبير جدا فتح بقه، واو ايش هذا الجمال، عبيلي منه 10 كيلو. طيب يا سيدي، احنا ما ننكرش فعلا انها حلوة وجميلة وعليها شوكولاتة وسمسم، بس ليه موجودة في نسخ ونسخ لأ؟ واللي جايبين ايفون 14 فاهمين قصدي كويس. موجوده في نسخ البرو، ايفون 14 برو ماكس وايفون 14 برو، لكن مش موجوده في نسخه الايفون 14 بس، مع ان الثلاث تليفونات من السلسله دي نزلوا في نفس المؤتمر ونزلوا في نفس اليوم. هنا بقى تيجي نظريه الشويبس اللطيفه اللي انا فهمتها لك في اول الفيديو، واللي هي انا ليه اشتري ايفون 14 العادي؟ طب ما انا اضيف شويه فلوس صغننين بس واجيب الدايناميك ايلاند واجيب كاميرا 48 ميجا بكسل واخرب الدنيا. وفي الاخر نظريه الشوبس اتطبقت عليك ووقعت في فخ التسويقي لابل. طب يا عم انت رجعتنا سنه ورا، احنا بنتكلم دلوقتي في الوقت الحالي. ممكن تقول لي ايه الفروقات؟ انا شايف ان كله نازل بدايناميك ايلاند والدنيا زي الفل، والحياه بقت احسن، واخد التليفون ده واطير بيه وبتاع ومش عارف ايه. احب اقول لك انك هتطير فعلا. بس تعالى بقى نشوف نظريه شويبس فين بقى السنه دي. مبدئيا قالوا وسع كده، تعالى كده بص، احنا عملنا حواف من التيتانيوم ومتزحلقه بشكل مش عارف ايه وكده، وهتخلي البت تحبك من الاخر. هل انت شايف ان دي حاجة مثيرة للاهتمام اصلا؟ سيبك من دي. بص الحتة الجاية دي، شلنا زرار السويتش اللي في الجنب اللي بقاله من اول ما الايفونات نزلت اصلا، وحطينا مكانه زرار جنب اللي بيعلي ويوطي. سقف يا ابني انت، هو انا لسه ما قلتلكش الزرار ده بيعمل ايه اصلا؟ ده معجزة يا عم. ده بقى بدل ما كان السويتش بس بيعمل سايلنت، دلوقتي تحول الى زرار، ومش اسمه زرار بقى لو سمحت، يعني اسمه الاكشن بوت. لو تلاحظ ان كم من الحمله الدعائيه والتسويقيه بتاعت شركه ابل مبنيه على الاسماء الجديده، اللي هو بدل يا عم ما يقول لك على الدايناميك ايلاند نوتش، يقول لك لا نوتش ايه يا عم؟ ايه اللي احنا فلاحين ولا ايه يا عم؟ اسمها دايناميك ايلاند، عيب على سنك يا عم، انت راجل شايل ايلاند. بدل ما يقول لك ان زرار اسمه زرار، لا لو سمحت، ده اسمه اكشن بوتوم، يعني ما تخليش شكلنا صغير قدام الناس. الزرار ده بقى يا سيدي واللي عليه الجدل، لازمته ايه؟ لازمته انك The customizable action button for quicker access to your favorite feature. تديله امر معين وهو يعمله، امر واحد بس، ما تقدرش تتقل عليه عشان لحسن يوم يضربك بالقلم دلوقتي. بس هو امر واحد بس، تدوس عليه يفتح الكاميرا، تدوس عليه يفتح ابلكيشن معين انت عايزه يفتحه، تدوس عليه يعمل لك لايك وسبسكرايب دلوقتي على الفيديو. طيب ماشي يا عم. ليه استخدام تاني؟ لا اسفين يا فندم. طب ادوس عليه دوستين طيب يعمل اكشن تاني؟ والله هو اخره تدوس عليه دوسه طويله ويفتح لك حاجه معينه انت عملتها
وبارك الله فيما رزق واقول قولي هذا واستغفر الله لي. طب ما ايه الفرق بينه وما بين سامسونج؟ طب ما سامسونج شركة محترمة عاملة حاجة زي كده بقى لها عقد من الزمن، اللي هو زرار باور تدوس عليه دوستين يفتح لك كاميرا، دوستين يفتح لك فلاش، بل مثلا 3 دوسات اسمها دوسات ثلاث تكات. بتهيألي حاجه زي كده لما كان معايا السامسونج القديم كنت بعملها عادي، يعني مش موضوع مش محتاج ان انا اهيئ زرار كامل لعمل حاجه معينه، ويا ريت الحاجه المعينه دي بفايده. طب ما انا بكل سهوله من شاشه القفل اصلا ممكن افتح الكاميرا اللي انت عامل لي علشانها زرار مخصوص وكنسلت السويتش سايلنت علشانها. تعالى كده اقول لك حاجه من تحت لتحت واللي بينته شركه ابل. واخيرا اتشال مدخل الشاحن وبقى تايب سي. واو، بيتهيألي انتوا مجبورين على حاجه زي كده علشان تقدروا تبيعوا تليفوناتكم علشان الاتحاد الاوروبي امر بذلك. لولا كده انتوا ما كنتوش هتعملوا كده في يوم من الايام اصلا. بس هو اللي اتعرض قدام الناس ان احنا لا يا جماعه احنا عملنا طفره من نفسنا واحنا اللي غيرنا كده، وخد لك كيبل بيشحن نفس السرعه البطيئه عشان الايفونات الجديده يبقى فيها سرعه شحن اسرع وتضطر تشتريها ونطبق النظريه عليك تاني. واحد دلوقتي اسمعه في الكومنتس بيقول يا عم اصبر ده في كاميرا فوتو 5 اكس زوم بتجيب القمر مش عارف ايه وبتاع. اقول لك يعني ماشي حلو، هو ال3 اكس اثرت معاك في ايه؟ اي نعم هو في تطور فعلا ملحوظ في كاميرات الايفون 15 برو، بس هو من امتى وصور الايفون اصلا في اعتراض عليها؟ من امتى واحنا بنقول على لوك الايفون ان هو وحش سواء في الفيديوهات او الصور؟ بالعكس مفيش تليفون يقدر يصور فيديو زي الايفون. فبس فهي مش وحشه، ولا هو عشان استحلفك بالله لازم نصرف 100,000 جنيه كده علشان اجيب ابو سويتش سايلنت ده ومش عارف. يا عم ده في معالج A17 برو واللي فيه معماريه ب 3 نانومتر والاول في العالم، واللي هيشغل العاب اساسا نازله للبلاي ستيشن على التليفون لاول مره، وبدل ما اشتري ايفون 15 اللي بريفريش ريت 60 هرتز لا هشتري ايفون 15 برو ماكس او البرو ابو 120 هرتز. عرفت بقى نظرية الشوبس فين؟ سارع بالحصول عليه من أقرب نصاب. سلام.